عندك شوف، حاسدك تقتله بالنجاحات. الحاسد تاعك اللي يحسد فيك اقتله بالنجاحات، زيد له نجاح بور نجاح حتى يعيا يولي يلهث وحده يعاود يولي. ولذلك يقولوا باختصار، يعني باش نروح لموضوع اخر، يقول الشاعر: اصبر على كيد الحسود فانك قاتله، فان النار تاكل فان النار تاكل بعضها، فان الحاسد ياكل بعضه ان لم يجد ما ياكله. اذا النار كي تاكل واش دير؟ اذا ما لقات واش تاكل الحطب وكذا تاكل بعضها وتموت وحدها. هكذا الحسود هكذا دير له، خليه يصبر عليه فانه يموت، وتغذيه كي تبدا ترد عليه وكذا تبدا تغذيه فيه، وكانك تمد له في الحطب يزيد يطلع، وتبعث له فلان قول له لا يزيد يطلع. خليك ومشي في طريق الله تبارك وتعالى. وإياك أن تحسد إنسان على نعمة أعطاها الله عز وجل له. والله